تعالوا شوفوا خيبتي وشطارتي في نفس الوقت، أنا باتصل النهارده بأي محل بقى بتاع بروست عشان خاطر ما يبقاش اسمه إعلان، باتصل بيهم باقول لهم أنا عايزة وجبة الستريبس مع البطاطس، قالوا لي الوجبة 10 قطع، وطبعًا إحنا عارفين ال10 قطع يعني إيه ب300 جنيه ومعاهم رز ومعاهم البطاطس ومعاهم إزازة البيبسي، قالوا لي قُلت لهم: "لأ طب خلاص شيلوا لي بقى الرز والبطاطس والحاجات دي، لو هاخد الستريبس بس 10 قطع هيبقوا بكام؟" قالوا لي ب180 جنيه، فبصراحة أنا اتصدمت جامد جدًا، الأسعار بقت زيادة، بس أنا قررت إن أنا أعمله في البيت وأوريكم شطارتي وأوريكم إزاي تقدروا تعملوا في البيت كل الحاجات دي في البيت بنفس الطعم. أول حاجة هنعمل كده تتبيلة خطيرة، هتحطي ربع كوباية مَيّة، عليهم معلقتين من الملح، عليهم بقى ربع معلقة من الحبهان، عدّي ورايا، ربع معلقة توم باودر، بصل باودر، خِنجان هاتوه من العطار، فلفل أسود، شطة، بابريكا، كاري، معلش هي مجموعة توابل. أنا عملت إيه بقى عشان خاطر ما اجيبش كميات كبيرة بفلوس كتير، رُحت للعطار وقُلت له أنا عايزة من كل نوع توابل قُلت لكم عليه دلوقتي، وطبعًا حبهان باودر برضه ب5 جنيه، وهو ادّاني أكياس بصراحة، وبعد كده أحط عليهم ربع كوباية من اللبن، وأقلّب تقليبة كويسة كده على بعضهم، عايزاه spicy جامد هتزوّدي الشطة. بعد كده رُحت جِبت كيلو صدور، ونخلّي بالنا وإحنا بنقطّعه إن إحنا نقلبه الناحية التانية على الناحية الخشنة مش الناحية الناعمة، ونخلّي بالنا عشان هُم بيسيبوا عضماية كده في الصدر ما بيشيلوهاش، هنقطّعه صوابع مش هتقطّعيه بانيه، هتقطّعيه صوابع تخينة، عشان خاطر لمّا بيتقلي ما ينشفش معانا وما تحسّيش إن أنتِ بتاكلي كاوتش كده، لأ هنقطّعه صوابع تخينة وهنقعّد أي محل بروست في البيت، مش هنخلّيكم تفتحوه تاني. خلّصت ما شاء الله الكيلو عمل معايا كمية كبيرة أوي، بصراحة أنا نفسي ما كنتش متخيلاها. هانزّله في التتبيلة دي وأقلّبه كويس أوي وأقفّلهم بأي حاجة وأحطّهم في التلاجة أقل مدة ليهم قد إيه، 3 ساعات. تعالوا بقى أقول لكم أنا عملت إيه عبال في ال3 ساعات دول، جِبت بطاطسيتين حلوين كده، نقطة حمرا كده اللي ينفعوا في ال اسمه إيه ده، اللي يخلّوهم طعم الشيبسي، وقطّعتهم برضه صوابع كبيرة. ليه صوابع كبيرة يا آية؟ عشان خاطر دول هياخدوا سلقة كده 5 دقايق في مَيّة بتغلي، عليهم معلقة من الملح ومعلقة بابريكا، كنت باحط عليهم كاري بس بقى في التحمير بقى وِحِش. بعد كده بعد 5 دقايق طلّعتهم وهاسيبهم على جنب، يالّا بقى نعمل رز الريزو، هاتي حلة معلقتين زيت، بصلاية متقطّعة صغنون خالص كده، عليهم معلقة من العسل، ما تخافيش مش هيسكّر بالعكس ده هيكرمله لِك، تحطّي عليهم معلقة من الملح، حاجة كده بسيطة ما تكتّريش عشان إحنا هنحط 3 مكعبات من المرقة، هم دول اللي هيدّيني الطعم بتاع الرز الريزو اللي بنشتريه من برّه، ومش هتحطّي أي توابل تاني خالص، هو بصل، معلقة من العسل، 3 مكعبات من زي ما قُلنا 3 مكعبات من المرقة، واحط عليهم معلقتين من الكاتشب الكبار، عايزة وبقى طبعًا هنعايري المَيّة، الرز لكل كوبايتين رز كوباية مَيّة، أهو الكاتشب قلّبي تقليبة حلوة وسيبيه أول ما يبدأ يغلي ويشرب مَيّته هدّي النار واركنيه على جنب لغاية ما يستوي. يالّا نرجع بقى للحاجة اللي إحنا كلّنا بنحبها ومستنيينها هي الستريبس، اديته كده رشة بابريكا بس دي مش أساسية، عايزين تدّوا له، مش عايزينه خلّوه كده. عدّوا ال3 ساعات على خير، هتجيبي بقى إيه، هتجيبي أي نوع دقيق بتحبيه إن شاء الله لو سايب، هتجيبي نُص كيلو دقيق أهو، نفس التوابل اللي حطيناها، رشة ملح، رشة حبهان، خرنجان، ال7 بهارات، فلفل أسود، كاري، توم باودر، بصل باودر، زي ما قُلنا هتجيبي من العطار كل نوع دول بكام، ب5 جنيه، بعد كده قلّبيهم على بعض، ما تحطيش نشا، ما تحطيش أي حاجة تانية، هو بس مجموعة التوابل اللي أنا قُلت لِك عليها، قلّبيهم على بعض كويس جدًا، هنعمل إيه، هنطلّع زي ما قُلنا ستريبساية أو صباع من القطع اللي إحنا عملناهم، بعد ما نقلّب الدقيق بالحاجات المكونات والتوابل اللي إحنا حطيناهم، ما تحطّيش كمية، لأ طلّعي صباع، ده أهم حاجة عشان خاطر الدقيق ما يلزقش في بعضه، هتحطّي واحدة. إيه بقى السر اللي هو بيخلّيه مجرنش من برّه كده وبيقرمش، المَيّة، بعد ما بتاخديه طبق الدقيق نزّليه في المَيّة بسرعة جدًا، وبعد كده رجّعيه في نفس الدقيق اللي إحنا حاطين عليه التوابل، بعد ما أحطه أفضل أقلّب فيه حوالي 3، 4، 5 مرات، المهم إن الدقيق يتخلّله جامد، ما تطبطبيش بإيدِك عشان خاطر الشكل ما يروحش، بعد كده وأنتِ جاية تطلّعيه هتطلّعيه بالشكل الجميل أوي ده، اللي هو هتلاقيه لوحده واخد التجزيعة، بعد كده هنحط الزيت، كتّري الزيت، المهم إن الزيت يغطّي الستريبس، معلش إحنا المرّة دي هنحط زيت كتير عشان خاطر كده لو اشتريناه من برّه هيبقى غالي، لأ خلّينا نعمله في البيت، أهم حاجة وأنتِ جاية تحطيه شُفتِ دي، هي دي بقى اللي أنا عايزاها، حطّي بقى الستريبس واسمعي التِش، هو ده كده، هي دي درجة الحرارة اللي أنا عايزاها، بمجرد ما هتحطيه والزيت يغطيه هتلاقيه خَد
طبقة كده زي إيه، حمِّته بمعنى أصح، زي ما أنتم شايفين وبمجرد ما بيوصل للون ده، شايفين التجزيعة رهيبة، رهيبة بجد يا جماعة، حلو أوي، 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 أوي بجد. أنا كنت هاكله وهو في الزيت. أهم حاجة بقى أول ما يطلع ما تحطّيهوش في طبق، حطّيه في أي حاجة ليها زي مثلًا إيه، الشبك، حطّيه في شبك كده. يالّا نرجع للبطاطس بقى بعد ما بردت، أهم حاجة إن أنتِ تحمّريها وهي باردة مش وهي سخنة. هتاكلي ريزو، هتاكلي الستريبس، والستريبس بقى إيه، ستريبس ناشف كده وجميل ومش طري ومش شارب زيت خالص، لإن إحنا زي ما قُلنا أول ما طلّعناه حطيناه على سلك، ومجرد ما حطيتيه على السلك أي نقط زيت فيه زيادة اتشالت منه وبقى خطير بجد. كلتِ بطاطس وكلتِ ريزو وكلتِ الستريبس بألف هنا وشفا. ما تنسونيش بدعوات حلوة في التعليقات وقولوا لي إيه رأيكم؟ المنظر ده يستاهل إن أنتِ تُقفي في المطبخ ساعتين أو 3 ساعات بدل ما تروحي المطعم وتاكلي ربع الكمية دي بنفس الفلوس. آية فاروق، قولوا لي بتتابعوني منين وعايزين وجبات